السلام عليكم حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حلوى سهلة وسريعة، مكوناتها مفيش اسهل منها. يعني لو عندك كوباية سميد في البيت هتعملي منها احلى حلوى، هتنافس بقى طعم البسبوسة والهريسة وكمان صابع زينب وبلح الشام. بجد طعمها خيال. شايفة؟ والاحلى من كده كمان هتعمليها في 5 دقايق، لا محتاجة فيها فرن ولا بيض ولا لبن ولا خميرة. يعني هتشجعي تعمليها من بساطتها وسهولة عمايلها وكمان قلة تكلفتها. جميلة جدا. شايفة؟ دي حلوى جزائرية يا بنات بيعملوها في رمضان، بيسموها المعسلة. شايفة ما شاء الله؟ شاربة الشربات ودايبة ومرملة بطريقة مش معقولة. لما تاكليها بقى هتنسي بقى بلح الشام والبسبوسة، وحاجة في منتهى الجمال. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. في البداية أول حاجة بجهزها هي الشربات. كوباية سكر على كوباية مية، عصرة نص ليمونة، ولو في معلقة جلوكوز تمام، مفيش خلاص. هنحطها على البوتاجاز قد ايه؟ على نار وسط لمدة 8 دقايق. وبعد ال8 دقايق هتبقى بالايه، بالقوام اللي شفتيه ده، ونسيبه بقى يبرد. كل ما تبرد كل ما هتتقل. هنجيب البولة بتاعتنا وننزل بكوباية من دقيق السميد على كوباية من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات، ورشة بسيطة من الملح، ونص معلقة حوالي 3 جرام بيكنج باودر. معايا هنا تلت كوباية زيت على سمنة، يعني حوالي 70 جرام. تمام. بالنسبة لدقيق السميد يا بنات من عند العطار، مش بتاع الأكياس، يعني مش منضاف عليه أي حاجة. ونبدأ بقى نبس بقى كل الدقيق والسميد اللي انت شايفاه ده بالسمنة. حابة تحط سمنة بس، حابة تحط زيت بس، ولكن أنا عملت ميكس ما بين الزيت والسمنة علشان خاطر تديني قرمشة الزيت وفي نفس الوقت السمنة كده تطريها. تمام كده يا بنات. هشرب بقى المادة الدهنية بالمكونات اللي انت شايفاها دي زي الرملة المبلولة كده بالظبط. معايا هنا نص كوباية مية هنحطها كلها. أنا مقاديري بالظبط على الشعرة، لو احتاجت معلقة تمام. نص كوباية مية حوالي بالظبط 100 جرام، هنبدأ نحطها ونلم العجينة، ما تعجنيش، لأن يا دوبك بس أشرب المية كده من غير عجن. وكمان لو انتي قلقانة من المية ممكن تحطها بالتدريج عشان ما تطلعش منك طرية أو تطلع منك يعني لا لابسة أوي ولا طرية أوي. أنا عايزة قوامها وسط. تمام. ومش هنعجن عشان لو عجنتيها هتعمل معاكي عرق وبعدين تنشف معاكي. فانا يا دوبك هشرب بس الماده الدهنيه كده للمكونات اللي انا حطيتها دي. قوامها بالشكل ده، لا هي لابسه قوي ولا هي طريه قوي. تمام. هلم العجينه كده زي ما انت شفتي وهنشتغل فيها على طول. هنكورها كرة قد ايه يا بنات؟ انا كورتها كرة. هنجيب الميزان عشان تبقى كلها قد بعضها، لو ما عندكيش بالميزانه يبقى زي بالنظر كده، زي يعني الليمونه بالظبط. قد ايه؟ انا عملتها حوالي 15 جرام. ومعايا هنشكل بيها، فاكرين دي بتاعت زمان اللي كنا بنعمل بيها الكحك زمان او المعمولة؟ يعني طريقة تشكيلها سهلة قوي قوي. تمام. هنبدأ نحطها كده في القالب ده ونضغط عليها ونطلعها بكل سهولة. ما بتاخدش وقت معاكي خالص، يعني في 5 دقايق تكوني عاملاها. وزي ما قلت لكم الحلوى ديت حلوى جزائرية بيعملوها في رمضان. يعني مشهورة عندهم، بيسموها معسلة. بيحملهاش الا في رمضان. تمام. هنبدأ كده. ولو ما عندكيش البتاع بتاعت الكحك دي بتاعت زمان، ممكن تعمليها زي القراقيش كده بالطول وتبدأي تنقشيها بالمنقاش. شايفين ما شاء الله شكلها حلو قوي؟ هعمل ده او دي؟ لا، انا هعمل الاولانيه اللي انا بوريها لكم دي. اي شكل انت حباه. هنبدأ نخلص كله بالشكل ده. ممكن تكوريها كلها زي ما انا هعمل كده، وعشان نضغط على طول نكبسها كده وبعد كده نحطها كلها في قلب الصينيه. تمام ما شاء الله. شايفين؟ هتعمل معايا كمية حلوة، يعني كوباية دقيق هتعمل معايا كمية حلوة. كوباية دقيق سميد جايباه من عند العطار، ودقيق أبيض متعدد الاستخدامات. لو انت ما عندكيش البتاع اللي بنكبس بيها دي، ممكن تعمليها زي القراقيش وتنقشيها. تمام. هنعمل كله بالشكل ده. ما بتاخدش وقت معاكي خالص. لو وصلت معايا لحد المقطع ده متنسيش لايك وشير وكومنت حلو منكم كده. ولأول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني وتضغطي على كلمة الاشتراك اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو، وتفعلي كمان زر الجرس عشان لما انزل أي فيديو جديد يجيلك إشعار بيه وتكوني أول واحدة شفتيه. هنحط على الصينية كده بالشكل ده. سهلة وبسيطة، مش بتاخد معاكي وقت خالص. ميكس كده ما بين، تحسي ان تاكليها كده ما بين البسبوسة هريسة، بلح الشام، صوابع زينب. هخلص كله كمية بالشكل اللي انت شايفاه ده بالمكبس ده، سريعة وسهلة ومش بتاخد وقت خالص. ومقاديرها بجد حلوة، هتتشجعي تعمليها من بساطتها بجد، وكمان مش مكلفة. هنبدأ نعمل كل الكمية بالشكل دي كده.
لو معاكي بقى حد يساعدك ممكن يكورها وتديكي تكبسيها بالمكبس ده وتحطيها على طول. شايفين؟ تطلع معايا بكل سهولة. والشكل بقى اللي انت عايزاه. عملت كورتها اهي عشان خاطر ما تاخدش معايا وقت يا دوبك. الكرة قد ايه يا بنات؟ انا قلت لكم الكرة 15 جرام. حابه تعمليه لو عندك المكبس ده يكون كبير شويه، حابه تعمليه 20 جرام تمام. انا هنا عملت 15 جرام لان المكبس اللي عندي ده صغير. لو عملت كبير هتبقى تخينه قوي، فهي كده شكلها جميل قوي وصغننه. بيبقى شكلها معقول يا دوبك قطمتين وبتبقى في منتهى الجمال. هخلص كله بالشكل ده. هروح بقى على البوتاجاز احط الطاسه وعلى زيت غزير. الزيت يكون نار وسط عشان ما تاخدش منك لون ومن جوه ما تكونش استوت. تمام. هنبدأ الأول الزيت ما يسخن هنبدأ ننزل بالحلو بتاعنا اللي انت شايفاه ده، المعسلة بمعنى أصح اللي بيسموها في الجزائر. تمام. هننزل بكل الكمية أو نصها لو عندك حسب الطاسة بقى. تمام. ونقلبها كذا مرة علشان خاطر تاخد لون ذهبي. وبعد ما تاخد لون ذهبي من الوجه ده والوجه ده، النار يا بنات ما تكونش عالية عشان ما تاخدش منك لون. قلنا النار تكون وسط. خدي بالك من بعد حاجة كده، يعني بعد خطوات احنا بنقولها مع بعض في الفيديو علشان خاطر تطلع معاكي ناجحة معاكي من أول مرة. ولو عملتها مرة بجد هتعملها على طول. وعايزه اقول لك ضعف الكميه لان بجد حلوه قوي قوي طعمها في منتهى الجمال. هنقلبها كذا مره كده عشان لما تاخد لون هنخرجها على طول ونحط من الزيت ونحطها في الشربات. وعلى فكره هي ما بتشربش شربات، ما بتشربش زيت بجد. وحجمها كمان بتبقى زي ما هي، ما بتتغيرش، ما بتنفش معاكي، يعني بتكبر معاكي. شكلها حلو قوي ما شاء الله. شايفين؟ يعني ما نفشتش معاكي ولا حجمها اتغير ولا بتشرب زيت ولا حاجة. زي ما بتحطي. وممكن كمان تعملوها في الفرن يا بنات. شايفة؟ ما شاء الله. تعالى بحط بقى الحبة اللي فاضلين. ما شاء الله عاملين لي كمية حلوة جدا جدا. بس الزيت ما يكونش سخن. لما جيتي تحطي الدور التاني ما تحطهاش وهي سخنة الزيت. سيبيه لما يهدى شوية وبعد كده حطي الحلوى بتاعتك. ممكن الزيت يكون سخن قوي قوي ياخد منك لون وهي ما استوتش. فسيبي الزيت لما يهدى شوية وبعد كده تحطيه. النار تكون برضو وسط. بجد روعة. هنحطها بقى في الشربات. عايزة تسيبيها يعني حوالي 5 دقايق تشرب الشربات كده. وبعد كده نطلعها ونحطها في الطبق بتاعنا. ما شاء الله الحلوى بجد روعة. انا عايزة اوريكي شكلها اهي. روعة وطعمها وريحتها خيال. لما تاكليها كده هتنسي كده. بصي هتنسي الهريسة البسبوسة بلح الشام. شايفين؟ بجد معسلة وشاربة الشربات. هنقطع بقى واحدة اوريها لكم. شكلها جميل جدا. شايفة من جوه؟ شايفين يا بنات؟ شاربة الشربات ودايبة ومرملة بطريقة مش معقولة. اعملوها وان شاء الله هتعجبكم. جميلة جدا. عشان كده بقولك ضعف الكمية. ان شاء الله هتعجبكم جدا ومقاديرها سهلة ومش مكلفة. وفي 5 دقايق هتكوني عملتيها. وان شاء الله هتعتمديها لوصفات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. وكده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو لايك وشير وكومنت حلو منكم كده وكمان متابعة. وان شاء الله هتعجبكم. كل سنة وانتم طيبين. اشوفكم على خير. سلام عليكم.